الزلزال اللي حصل امبارح كان أقوى من زلزال 92. زلزال امبارح كان بقوة 6.3 على مقياس ريختر، وزلزال 92 كان بقوة 5.8 على مقياس ريختر. عمق الزلزال اللي حصل امبارح كان حوالي 630 كيلو متر، إنما زلزال 92 كان حوالي 22 كيلو متر بس، عشان نقول الحمد لله. زلزال 92 اللي الكل بيتكلم عليه لحد النهارده، واللي اتسمى بالزلزال الكارثي لأن المركز بتاعه كان في مصر في دهشور، لأن مركز الزلزال أصلا عندي، فبالتالي عامل خسائر كتير غير المباني والمستشفيات اللي وقعت فيه أرواح وفي ناس ماتت حوالي 500 شخص. الزلزال اللي حصل امبارح ده رغم ان هو اقوى، بس الحمد لله علشان خاطر بعد المسافه التاثير بتاعه كان قليل. الزلزال ده كان في اليونان، كان في جزيره كريت، وتاثر بيه مصر وليبيا وتركيا وبعض الدول في الشرق الاوسط. يعني مركز الزلزال نفسه كان في الجزيره في اليونان، والحمد لله انه عدى على خير ومفيش اصابات ومفيش خسائر في الارواح. والبحوث الفلكيه بتطمنا وقالت ان حتى لا قدر الله لو في توابع للزلزال هتكون اقل وابسط من ده. الحمد لله انها عدت على خير، علشان ما ناخدش الموضوع بترند وسخريه وتريقه. ربنا يسترها علينا ويحفظنا جميعا.